بالكل، كيفكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا تمام وبأحسن حال. فيديو اليوم رح يكون فيديو عن ماذا يوجد في حقيبة السفر وشو الشغلات اللي باخذها معي بسفرات قصيرة، يعني تقريبا شي 4 أو 5 أيام. أنا من الناس اللي أبدا ما بتحب إنه تجيب الشنط الكبيرة تاعت السفر، لأنه بحس كتير كبيرة. وغير هيك أنا بحب إنه أغراضي تكون معي بالطيارة، لأنه بتعرفوا بالطيارة دائما بياخذوا الشنط وبيرموها وبيكسروها وبيكسروا الشغلات اللي موجودة جوا، وغير إنه ممكن الشنطة تنسرق أو يصير أي شيء. فلهيك أنا بفضل إنه باخذ الشنط الصغيرة اللي مسموحة لنا في الطيارة. فبفيديو اليوم حبيت إنه أشارك معكم شو الشغلات اللي راح أخذها بشنطتين للسفر. شنطة اللي هي الكاريون اللي بتكون شنطة سفر بس صغيرة، والشنطة الثانية اللي هي شنطة الظهر. فإن شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه. بس في البداية إذا أنتم مو مشتركين في القناة انضموا لعائلتنا. وبس ما بدي احكي اكثر من هيك، خلينا هلا نبدا بالفيديو. اول شيء انا راح اخذ معي بهي السفره شنطتين، والشنطتين هدول راح يكونوا معي بالطياره. اول شنطه اللي هي شنطه الكريون، والشنطه الثانيه هي شنطه ظهر. مثل ما شايفين كتير ثقيله. اول شيء راح ابدا وافرجيكم شو الشغلات اللي موجوده في هي الشنطه وكيف برتب اغراضي جوا. هي هي طريقة ترتيبي للشنطة. مثل ما شايفين هذا القسم حاطة فيه بس الأواعي، والقسم الثاني حاطة فيه شغلات يعني مختلفة. أول شي بدي أفرجيكم كيف نظمت أو رتبت الأواعي لحتى تكفيني هي الفترة. أخذت معي بهي الرحلة شنطتين، هي الشنطة وفي شنطة ثانية كمان شوي رح أفرجيها لكم. بس هاي الشنطة بحبها كتير لأنه كتير عملية، وكمان يعني بتلبق على كل اللبس تقريبا. جوا الشنطة حطيت فيها النظارات الشمسية تاعتي لأنه حبيت شوي استغل المساحة اللي موجودة جوا. وبعدين بيجوا الأواعي. أول شيء أنا أخذت معي جاكيتين، بس هما جاكيتين خفاف. أول جاكيت مثل ما شايفين جاكيت الجينز، صفته مثل ما شايفين بطريقة إنه هيك بس فولد. تحته مثل ما شايفين كمان الجاكيت الثاني حطيتهم، اذا منتبهين حطيتهم بالعكس، يعني قبة الجاكيت هي حطيتها هون، وقبة الجاكيت الجينز حطيتها الجهة الثانية عشان يصيروا فلات او مسطحين على قد ما بقدر. بالنسبة للأواعي مثل ما شايفين أنا مصفتهم على طريقة اللف، يعني مثل كأنه لافة سندويشة. وهي هي أفضل طريقة لإلي بصراحة، يعني بحس إنه كمان رح تفيدكم كتير إذا استخدمتوها، لأنه رح تعطيكم وسع كتير لشغلات ممكن تحطوها أكتر من التصفيط العادي اللي بيكون على شكل مربعات. هداك بياخد حيز كتير في الشنطة. هون ماخذة تي شيرت لونه أسود، وهون هي بلوزة للبجامة من فوق. وطريقة اللف مثل ما شايفين بصفط التيشيرت بشكل طبيعي، وبعدين ببدأ ألف فيه شوي وبشكل يعني شادة على القميص على قد ما بقدر حتى يطلع معي بهذا الشكل. جايبة معي كتير تيشيرتات ما فيها زخرفة، ما فيها شي حركة، لأنه ممكن أنه أستخدمهم بأكتر من لبسة. ماخذة كمان تيشيرتين لونهم أبيض، وهون ماخذة بجامة نوم. واذا ملاحظين في كمان تحت بلايز، فيعني انه في عندي طابقين من الاواعي. صار كل الاغراض اللي بنجيبها اذا احتاجتها. اما بالنسبه لهذا القسم فجايبه معي قميص وكمان جينز زياده، وهون كمان في بلوزه، وهون كمان في بيجامه نوم تانية. هيك بيكون كل الاواعي اللي انا محتاجتهم موجودين في هذا القسم. وكمان لا تنسوا انه تحضروا اواعي اللي بدكم تلبسوها في السفره او في الطياره. انا حضرت هذا القميص بحتاج شوية كوي، وحضرت كمان جينز اسود، وكمان حضرت الاكسسوارات اللي بدي البسها، واكيد البوت اللي بدي البسه كمان. اول شي مثل ما شايفين حتى هون شحاطة الله يكرمكم، بدي اياها ما بدي البس حذاء او شي. كتير بحس كتير مهمة، فماخذة معي وحدة. وبالنسبة للقسم اللي تحت فحاطة مثل ما شايفين أول شي أجهزة للشعر، وكمان حاطة هون شنطة تانية. هي الشنطة كتير حلوة وعملية لأنه بقدر أستخدمها كشنطة للظهر مثل هيك، أو ممكن أخلي بس حزام واحد وألبسها كشنطة عادية مثل هيك عشان أتأكد إنه لا يخرب شكلها يعني بالسفر وهيك. فحاطة جواتها كتير كراتين يعني. وبهي الجهة ماخدة حذاء بوت احتياط إذا بدي ألبس شوي عالي، لأنه هذا شوي عالي. هون ماخدة جرابات، وهون ماخدة معي حذاء سبورت احتياطي، حطيته جوا شنطة عشان لا يتوسخ، يعني لا يوسخ الشنطة وهيك. وهذا هو شكل الحذاء. اخر شي موجود هون ماخذه معي هي الشنطه الصغيره اللي حاطه فيها كل الاكسسوارات الاحتياطيه اللي بدي البسها اذا بدي البسها هناك. اول شي ماخذه معي ساعتين احتياط من دانيال ويلينغتون،
اول شي هون جامعة الاكسسوارات اللي باللون الذهبي بهي الشنطة الثانية حاطة فيها اكسسوارات بس باللون الفضي. بس هذا هو كل شي ما اخذته انا بهي الشنطة الكبيرة. اول شي هي الشنطة انا جايبتها من ألدو، حاطة عليها هون كيتشين من مايكل كورس اللي هي مجرد فروة، وهون حاطة عليها هذا الشي اللي على شكل أناناس. هذا الشي هو شحن خارجي أو شحن احتياطي، ممكن تستخدموه للآيباد، ممكن تستخدموه للتليفون. أما بالنسبة لهي الجيبة اللي برا فحاطة فيها شغلات بدي أوصل لها بسرعة، مثل المراية، وكمان ورق هذا الورق عشان يشيل الزيت الزايد اللي بيطلع على الوجه، وكمان حاطة هون شوية ماسكات للشفايف، لأنه بحس إنه مع السفر والضغط وضغط الطيارة وهيك ممكن الشفايف إنه تصير جافة وتتشقق وهيك. كمان ماخذة معي مزيل عرق. هون ماخذة معي جربات يعني زيادة، هدول الجربات اللي بتيجي على قد كف الرجل بس. وكمان ماخذة شوية بوكل تاعت شعر احتياط. هون كمان ماخذة شحن احتياطي زيادة، يعني إذا خلص الشحن تبع هذا ممكن أستخدمه. وآخر شي موجود مجرد بوكل وبنسات وهيك. هلا بدي أفرجيكم الجيبة الكبيرة اللي فيها مصايب. أول شي عندي هون في جربات، لأنه بحس كتير هدول الجربات يعني مهمات، إنه إذا بالطيارة مثلا رجليكي بردت أو حابة إنه تشلحي الحذاء وترتاحي شوي ممكن تحطوا هدول الجربات. كمان في عندي هون المحفظة تاعت الفلوس. هون في عندي محفظة تانية، هاي المحفظة حاطة فيها كروت لشركات. وهون في عندي مشط للشعر. وكمان في عندي هون هذا الكيس اللي حاطة فيه كل الشغلات السائلة، لأنه بتعرفوا بالمطارات لازم تفصل السوائل عن باقي الأشياء اللي موجودة عندك في الشنطة. ففي هون أشياء كتير منوعة، ما بين عطور، ما بين كريمات للإيدين وكريمات للوجه، وكمان شوية زيوت للشعر، حاطة كمان واقي شمس. في عندي جلو للرموش أو لاصق للرموش، وكمان في عندي تونر، في عندي كمان غسول للوجه، وكمان في عندي هون مرطب شفاف، في عندي برايمر، في عندي الكونسيلر، في عندي هون جل للحواجب، وهون المسكارا، وكمان للشعر هذا، ومزيل للمكياج. هلا مثل ما شايفين في عندي هون اللابتوب اللي هو كتير ماخد يعني تقل بهي الشنطة، مشان هيك الشنطة كتير تقيلة من اللابتوب. في عندي هون هاي الشنطة حاطة فيها كل معدات الكاميرا والميموري كارد والبطاريات وهي الاشياء، عشان اذا بدي اصور شي فلوج او شي يعني شغله هناك فممكن انا استخدم هي الكاميرا وهي العده. اخر شي موجود في الشنطه اللي هي الشنطه. كمان هي الشنطه حاطه فيها كل الميك اب اللي بدي اخده معي. اول شي حاطه فيها قطن، كمان هذا قطن، وكمان حاطه هون اذا شايفين في هون جيوب، علبتين للظلال. كمان جايبه معي باكج للرموش. إذا ملاحظين في مثل تقسيمات هون، يعني هيك مثل جيوب ممكن إنه تحطوا فيها شغلات. فواحد من الجيوب أنا حاطة فيه فرش المكياج، وباقي الجيوب أنا حاطة فيها علب الظلال، وبالنص حاطة فيه المكياج والقطن وهي الأشياء. هذا هو كان كل شي بالنسبة لفيديو اليوم. إن شاء الله يا رب الفيديو عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا تعطوا هالفيديو لايك. وبس هذا كان كل شي معي بشنطة السفر. بعرف في شغلات كتار وشغلات ما بحتاجها، بس احنا البنات دائما بناخد اشياء احتياطيه زياده عن اللزوم لانه احنا بنات. لهيك لا تلوموني، يعني والله حاولت انه اخذ الشغلات اللي بس بحتاجها، وضحيت بكتير شغلات حابه انه تكون معي بشنطه السفر بس ما في وسع. يعني ان شاء الله الفيديو عجبكم واستفدتوا منه واستمتعتوا فيه. اذا بتحبوا انه اعمل هيك فيديوهات لقدام كمان اعطوا هالفيديو لايك. خلينا نوصل هالفيديو ل اي رقم 70,000 لايك. وبس ما في شي تاني احكي غير انه بحبكم بحجم السما، وبشوفكم الفيديو الجاي. باي. فد يوم بعمرك بحياتك انعجبتي او حبيتي شخص، حبيتي او انعجبتي؟ يعني بس هيك السؤال؟ بس